تخيل انك في مدينة ما فيهاش غير 2 حلاقين بس. دخلت على الاول لقيت شعره متسرح وشيك جدا ومحله يفتح النفس، اما بقى الراجل التاني كان شعره متبهدل ومحله متكركب. السؤال هنا، تفتكر تروح تحلق عند مين فيهم عشان يطلع شكلك شيك؟ طبعا هتروح للحلاق اللي شعره مبهدل. ليه بقى؟ انت لو خدت بالك انا قلت في 2 حلاقين بس في المدينه كلها، وطبعا مفيش حد بيحلق لنفسه، لازم يروح لحلاق تاني يحلق، فطبيعي الراجل الشيك هيروح يحلق عند الحلاق اللي متبهدل. قولوا لي في الكومنتات مين اللي وقع في اللغز ده. وقبل ما ندخل في اللغز التاني اللي محتاج تركيز عالي جدا، حابب اشكركم على 1500 اخ واخت على اليوتيوب واكتر من 4000 بطل على التيك توك. بجد شكرا جدا على دعمكم الخرافي ده. ويلا بينا على التقيل. ركز في الحسبة دي. لو قلت لك ان احمد عنده اخوات ولاد قد اخواته البنات بالظبط، بس اخته منى عندها اخوات الولاد ضعف اخواتها البنات، تفتكر هما كام ولد وكام بنت في البيت ده؟ الإجابة هي 4 أولاد و3 بنات. عشان ما تمسكش آلة حاسبة وتتعب نفسك، أحمد لو بص حواليه هيلاقي 3 ولاد زيه و3 بنات، خلاص كده متعادلين. لكن أخته منى الغلبانة لو بصت حواليها هتلاقي بنتين بس و4 أولاد. اللي جابها من غير ما يجيله شد عضلي في دماغه يكتب لي عبقري الرياضيات في الكومنتات. نيجي بقى للغز التحدي بتاع النهارده، واللي مش هجاوب عليه وهسيبه للأذكياء بس. قدامك بابين ومضطر تختار واحد. الباب الأول وراه شمس حارقة هتحرقك في ثانية لو دخلت، والتاني وراه قناص مستني يضربك بالنار أول ما يلمحك. تفتح أنهي باب عشان تنجد نفسك؟ الإجابة سهلة جدا بس محتاجة تشغيل دماغ وتفكر بره الصندوق. أول واحد هيكتب الإجابة صح هعمل التعليق بتاعه تثبيت وهقول اسمه في الجزء السابع. وما تنسوش أنا بشوف كل تعليقاتكم وبحط لكم قلوب بنفسي. وروني تفاعلكم في الكومنتات. سلام يا أساطير.